خلونا نلخص بسرعة السيناريو قصة أشباح غامضة جدا. القصة دي كلها بتدور حوالين سؤال واحد، سؤال مرعب بصراحة. إيه اللي ممكن يحصل لو الأشباح قدرت تسيب وراها دليل مادي، دليل حقيقي تقدر تلمسه بإيدك؟ شوف، الحكاية بتبدأ بشكل عادي خالص. في ليلة عاصفة، راجل بيفتح الباب بيلاقي شخص غريب غرقان في المطر، فبيستضيفه ويديله قميص ناشف يلبسه. لحد هنا الموضوع طبيعي جدا، صح؟ بس الغموض كله بيبدأ تاني يوم الصبح لما الضيف ده بيختفي فجأة، والصدمة الحقيقية بتيجي بعدها بأسبوع لما صاحب البيت يشوف بالصدفة لوحة قديمة لنفس الضيف ده في معرض فني. وهنا بقى بتجيله المعلومة اللي بتجمده مكانه: الراجل ده ميت من 50 سنة. طب عشان يتأكد بيقرر يروح يزور قبره، وهناك بيلاقي أغرب دليل ممكن تتصوره. بيلاقي القميص اللي اداله للضيف بنفسه محطوط بعناية على شاهد القبر. يعني الرعب الحقيقي في القصة مش في الشبح نفسه، لأ، الرعب في الأثر المادي الملموس اللي سابه وراه.